طيب هو فيريرا من ضمن الحاجات يعني عني في اللعيبه بعد الماتش امبارح واتهامهم بعدم تنفيذ تعليماته وانهم عملوا حاجات غير اللي هو طالبها. ونفس القصه ان الجهاز المعاون راى ان فيريرا ما بياخدش رايه باي شكل من الاشكال. ونفس القصه ان الكابتن اسامه نبيه هيمشي بنقول له ربنا يعينك لانه كمان بيته يعني حصل فيه ماسوره انفجرت في البيت الخلفي فادت الى ان بيته غرقان، فهو في مرحله كمان يعني نفسيه صعبه، الى جانب ان هو شايف ان الوضع داخل النادي صعب جدا ملهاش علاقه بعلاقته بفيريرا على فكره، وشايف ان هو لازم يمشي. طب ايه الحل؟ هو نفسه مش عارف لما اتسال. ده الكابتن اسامه نبيه هو قال الكلام ده للاداره النهارده، قال لهم ان الوضع صعب جدا وانا لازم امشي. ومين الاقرب؟ يبدو ان الكابتن خالد جلال احد ابرز المرشحين لخلافه كابتن اسامه نبيه لمعاونه مستر جيسوالدو فيريرا، وفي اقتراحات كمان ان يجي واحد اجنبي. لكن مجلس اداره الزمالك النهارده اجتمع وطلع قرارات. بص، هو انا كده كده عارف يعني انه جمهور الزمالك لما يهتف بانه عايزين استقاله ده هيخلي المجلس يقعد اكتر. يعني هو لو كان بيفكر انه عايز يمشي، اول ما يسمع ناس تقول له امشي هو هيقعد. يعني دي حاجه معروفه في المجلس الحالي للزمالك. وانا المشكله الحقيقه في الزمالك انه كمجلس اداره يعني هي مش بس كره قدم، يعني هو كل الالعاب بتعاني. في لعيبه كتير قوي فسخت تعاقداتها في السله وهتعلن عن ده كمان الايام اللي جايه، غير اللي فسخوا ومشيوا. في الطايره النهارده الزمالك خسر من الاهلي 3-0 اشواط، الى جانب عده خسائر امام الاهلي برضو. على مستوى فرق السيدات اللي انفق عليها وخسرت بل وسرحت. على مستوى فرقه كره اليد اللي كانت دايما الاعلى متراجعه بشكل واضح. وبالتالي هو الوضع داخل النادي باين قوي ان ده مجلس الاداره، ده رئيس نادي الزمالك. كان في فيديو يعني لما بتفرج على الفيديوهات، يعني فيديو كان اتلخبط في اسم اللواء علاء مقلد عضو مجلس الاداره، قال له انت محمود علاء، باين حاجه من الحاجات اللي تبين لك ان مجلس الاداره ده لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا داخل نادي الزمالك. مجلس الاداره هو فقط رئيس نادي بيعرف يحرك الامور احيانا، لكن عند وقت ما بسبب اسلوب التحريك للامور هتفشل تماما، هتفشل هتتسد تماما كما هي مسدوده الان داخل نادي الزمالك. ايه بقى اللي حصل في مجلس الاداره؟ لم يتطرق الاجتماع لاي امر خاص بالاستقاله، استقاله الناس يعني اعضاء مجلس الاداره. ونستعرض معاكم القرارات الاخرى. قالوا انه لا نيه لاي احد في المجلس للاستقاله. رقم 2 ان هم بيدعموا البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون وجميع اللاعبين للخروج من هذه الكبوه، لان الفتره الحاليه لا تتحمل اي اخفاقات جديده او اي تغييرات قد تكون في غير صالح الفريق. التاكيد على القرار السابق للمجلس بمواصله التصعيد ضد ما يحدث ضد الزمالك، والاستمرار في درجات التقاضي من اجل قيد اللاعبين وانهاء الازمه. فبراير نفسه قرب يخلص والازمه لم تنتهي بعد. طيب الكابتن